السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما عودناكم قبل ما نبدأ الفيديو لازم نصلي على النبي، وندعوكم أيضا للاشتراك بالقناة ليصل لك كل جديد. ومعانا النهاردة حديث رياض محرز عن منتخب المغرب. عبر لاعب المنتخب الوطني رياض محرز عن سعادته بالتأهل التاريخي لمنتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم قطر 2022. وصرح محرز لموقع ذا ناشونال سبورت البريطاني: اليوم بالطبع من الجيد جدا أن نرى هذا الفريق المنتخب المغربي ينجح في أكبر مراحل مثل كأس العالم. وأضاف رياض محرز أيضا: وهو أول فريق عربي يفعل ذلك، إنهم يحاولون أن يصبحوا أول فريق أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. أنا فخور بالمنتخب المغربي ولاعبيه وسعيد حقا بما حققوه. كما عبر نجم مانشستر سيتي والمنتخب الوطني الجزائري عن تحمسه للجزء الثاني من الموسم. جميع اللاعبين سيأتون بلياقة عالية لتحقيق أهدافهم في الموسم الحالي. وأردف رياض محرز في آخر الحديث: سجلت 5 أهداف منذ بداية الموسم، لم ألعب جيدا وليكون صريحا إنها حصيلة قليلة جدا، كما عودتكم وعودت نفسي على ذلك. كما أكد نجم المنتخب الوطني رياض محرز: أعتقد أن الجزء الثاني من الموسم سيكون جيدا بالنسبة لي، وسيكون الكثير من الأهداف في ذلك الموسم.